السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي البلدي بطريقة سهلة وبسيطة في البيت، وبلحمة احنا جايبينها وعارفين هي جاية منين. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله الرغيف عامل ازاي، وطري وجميل واجمل ما فيه الطعم كمان، واللحمة مستوية وانت عاملاها بايدك في البيت ومطمنة وعارفة ان هي حاجة كويسة ومضمونة. تابع معايا الفيديو للآخر وهنعرف مع بعض ازاي هنعمل الحواوشي البيتي بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين الرغيف قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله جميل جدا. طبعا الرغيف بتاع بره مش قد ده خالص وغالي برضو على الفاضي، وبتاكلي يعني مش لحمة صافي، بتاكلي دهن من الآخر كده، انت بتاكلي دهون. لكن دي اللحمة كتير وطعمها باين في الحواوشي، والطعم حلو قوي هيعجبك بإذن الله. ومعهم بقى السلطة البلدي هعملها لك برضو وهعرفك ازاي انا عملتها. تابعي معايا الفيديو للآخر. يلا نشوف المكونات. بسم الله نبتدي نعمل الحواوشي بتاعنا مع بعض. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة من عند الجزار، و3 بصلات كبار متقطعين تقطيع ناعم. لو عندك كبة ممكن تفرميهم في الكبة، او 4 بصلات وسط لو ما عندكيش الحجم الكبير. ومعايا هنا التوابل عبارة عن كزبرة ناشفة وفلفل اسود وكمون، 7 بهارات وجنزبيل، والملح بتاعنا رشة من كل نوع. ومعايا هنا حتة دهن انا مقطعاه تقطيع صغير زي ما انت شايفة، لو عايزة تستغني عنه مفيش مشكلة خالص. وهناخد النهاردة معلقة واحدة بس من خلطة الحواوشي ماجي، هتدينا برضو طعم وريحة للحواوشي بتاعنا. نبتدي بقى نعجن الحواوشي. هننزل باللحمة كده في طبق غويط، هي اسمها عجينة الحواوشي، يبقى نعجنها. وننزل بجزء من البصل، وهننزل بالتوابل بتاعتنا. ما تكتريش عشان الخلطة برضو عليها توابل، وعلى حسب الكمية اللي انت هتعمليها تبتدي تزودي او تقللي التوابل بتاعتك. زي ما قلت لك هناخد بس معلقة واحدة من الخلطة دي، هتدي معانا طعم وريحة. لو انت مش لاقية الكيس دوت ممكن تجيبي الخلطة من عند العطار، اسمها خلطة الحواوشي، وتاخدي منها برضو معلقة. ونحط الدهن بتاعنا زي ما قلت لك، لو عايزة تستغني عنه برضو مفيش مشكلة، احنا بس عشان خاطر الريحة والطعم بيدي يعني زيادة في الريحة وفي الطعم، زي اللي بره كده. يبقى عندك الحواوشي وانت بتعمليه هتلاقي الريحة اللي طالعة زي اللي بره بالظبط. عايزاكي تجربي الطريقة دي وتكتبي لي في التعليقات. هننزل بباقي البصل بتاعنا ونبتدي نعمل عجينة الحواوشي، ونعجنها كويس قوي وندعكها جامد عشان خاطر تاخد الطعم بتاعنا. قلبيها كويس، وهضربها في الكبة وارجع لك تاني. بعد ما فرمتها في الكبة طلعت ناعمة ازاي وبقت عاملة معايا زي العجينة، اقدر اشكلها. طبعا هنسيبها بقى تتبل مش اقل من ساعتين، ممكن تعمليها من بالليل برضو لو انت حابة، او ممكن تخزنيها في الفريزر زي ما هي كده. بعد ما سبت اللحمة تتبل او الخلطة بتاعتي تتبل على الرف في التلاجة، طبعا قلنا مش هتتبل اقل من ساعتين، يعني ممكن تعمليها من بالليل وتركنيها على الرف في التلاجة، او تخليها في الفريزر وتطلعيها وقت ما تحبي. معايا العيش البلدي بتاعنا العادي، لازم يبقى طري وبينفتح كده،
زي ما انت شايفة مش لازق في بعضه. هنبتدي نفتحه. لو انت عندك اي نوع عيش تاني ممكن تستخدميه. اهوت هنبتدي نفتحه. لازم يبقى بينفتح كده زي ما انت شايفة، ما يبقاش ملزق في بعضه او جزء ملزوق وجزء مفتوح. لازم كله يبقى الرغيف كله مفتوح زي ما انت شايفة. هبتدي اكور بقى كورة كده او اعمل كورة من الخلطة بتاعتنا وندخلها في الرغيف من جوه ونفردها كويس قوي على الرغيف كله، ما نسيبش حتة فاضية او يبقى حتة مليانة وحتة فاضية. يعني حاولي توزعيه كله يبقى كله بسوى بعض. عايزة حتة كمان اهوت. انا فردتها اهو زي ما انت شايفة الرغيف مليان ازاي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا اهوت. الرغيف كله مليان وكله سوا بعضه. هبتدي اضغط عليه بس كده شوية. وعندي هنا شوية زيت وفرشة. هبتدي امسح بس كده الرغيف من بره بالزيت يديله لمعة حلوة. ده رغيف بارد، لو انت عايزاه يبقى بارد مش حامي هعمل معاكي رغيف تاني برضو حامي. كده الرغيف بتاعي بقى جاهز. هنعمل رغيف تاني، والمرة دي بقى انا هعمله يبقى معايا حامي شوية. هحط عليه شطة. هنبتدي برضو نفتحه زي الرغيف الاولاني. السكينة باردة وبتقطع العيش معايا، فانا هفتحه بايدي احسن. وابتدي اجيب كورة برضو من الخلطة بتاعتنا او العجينة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، ونحطها في الرغيف. بسم الله. ونبتدي برضو نوزعه زي ما اتفقنا على الرغيف كله. احتاج التاني برضو نحط، مفيش مشكلة. عايزين الرغيف كله يبقى فيه لحمة. طبعا الرغيف اللي احنا بنجيبه من بره مش قد ده، بيبقى اصغر طبعا. هنا انا مقطعة فلفل حامي اخضر. هبتدي اوزعه جوه. لو انت عايزة ما عندكش فلفل اخضر او عايزة تحطي شطة حمرا عادي مفيش مشاكل خالص، بس انا بحب الشطة الخضرا بتدي طعم برضو ونفس للحواوشي. هبتدي برضو اضغط كده وامسحه بالزيت زي ما تعودنا. طبعا انا عاملة جزء بارد وجزء حامي عشان ولادي ما بيحبوش الحراق او الحامي، فانا عاملة جزء كده وجزء كده. انتي براحتك، عايزة تعملي كله حامي عايزة تعملي كله بارد براحتك. طبعا كمية العيش اللي انتي عايزة تعمليها على حسب اللحمة اللي عندك. انا خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة. نص كيلو لحمة عملوا لي 7 ترغفة. الرغيف مليان ازاي ما شاء الله، جميل جدا وكبير كمان عن اللي بره. ويشبع يعني. الكمية مش قليلة. هبتدي بقى اخبزهم او احطهم في الفرن، احطهم في صاج وادخلهم فرن متوسط الحرارة على الرف. طبعا لما يحمر من تحت هقلبه على الجزء اللي فوق لغاية ما يستوي معايا، وبعدين اخرجهم من الفرن. انا حطيت الحواوشي بقى في الفرن يستوي، وعلى ما يستوي هنعمل مع بعض طبق سلطة بلدي زي بتاع المحلات بالظبط. معايا طماطم هنا هبتدي اقطعها زي ما انت شايفة. طبعا السلطة دي بتبقى طعمها خطير قوي، بنتخانق عليها.
انا حبيت اعملها قدامك ويا ريت تجربيها، هتبقى طعمها حلو قوي. انا بعملها على طول جنب المشويات، حواوشي او اي حاجة مشوية، كفتة، فراخ، اي حاجة. لو حابة تجربيها. معايا خيارايه هبتدي اقطعها على الطماطم اللي انا قطعتها. اسمها سلطة بلدي، عندنا هنا في مصر بنسميها السلطة البلدي. طبعا بنطلبها من محلات وبنقول له توصى وحط لنا كتير والكلام ده عشان تبقى طعمها جميل جدا. انا عايزاها تبقى حامية شوية، فمعايا هنا شطة حامية. لو انت عايزاها تبقى باردة ممكن تقطعي فلفل عادي اللي هو البارد. ومعايا عودين بقدونس. البقدونس هنا بيديها طعم برضو حلو، بس ما تكتريش، حاجة بس نفس كده. ومعايا بصلاية صغيرة هبتدي اقطعها كده شرايح صغيرة كده رفيعة على الخضار بتاعي. عايزاك تجربيها وتكتبي لي برضو في التعليقات. بعد ما قطعت الخضار اللي عندي كله هبتدي بقى انزل بالتوابل بتاعتي، رشة كزبرة ناشفة وفلفل اسود، هاخد رشة برضو صغيرة، وكمون ناعم رشة برضو صغيرة منه. وهبتدي اقلبها كلها في بعضها بالتوابل بتاعتها زي ما انت شايفة. معايا نص ليمونة واعصرها عليها. وهاخد شوية خل عادي خالص، حاجة صغيرة كده، معلقة صغيرة. ومعايا كوباية من المية، عايزة تزودي مية اكتر من كده او عايزة تقللي براحتك. ونحط الملح بتاعنا على حسب الرغبة، ونبتدي نقلبها كويس قوي. لو عايزة تزودي كمية المية عن كده او عايزة تقللي، لان مية السلطة دي رهيبة جدا. انا خلصت كده وسويت الحواوشي وعملت السلطة البلدي كمان معاكم. هوريكي دلوقتي الحواوشي طري ومستوي خالص اهوت. بس اول ما تخرجيه من الفرن لازم تلفيه بورقة عشان خاطر يفضل طري معاكي وسخن. اي ورقة عندك، لو حتى ورق زبدة. شايفين اللحمة مستوية ازاي اهوت. وهرجع اوريكي برضو الجزء التاني. هم عملوا 7 ترغيفة كلهم زي بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله جميل ازاي اهوت. وكلهم مليانين، والرغيف اكبر من اللي بنشتريه من بره. وطبعا اللحمة هنا كتير مش كلها دهن. شايفين طري ازاي. زي ما قلتلك كده، اول ما يخرج من الفرن لفيه على طول في ورقة. لو انتي اول مرة بقى بتشوفي قناتي ما تنسيش اللايك والاشتراك عشان هقدر انزلك وصفات تانية سهلة وبسيطة. ومع السلامة.